تخيل لو الصراع الجاي مش بالأسلحة التقليدية، إن النصر بيتحقق بالفعل بقوة المغناطيس. جمهورية الصين الشعبية مسيطرة على أكتر من 90% من العناصر الأساسية اللي بتشغل موبايلك، عربيتك، وقواتك المسلحة. بحلول سنة 2025 كانوا بدأوا خطوتهم الحاسمة في الوقت اللي الدول الغربية كانت بتصرف تريليونات على صراعات البترول في الشرق الأوسط. الصين كانت بتدبر أكبر عملية استيلاء اقتصادي خفية في التاريخ. بدل الغزوات العسكرية سيطروا على عناصر الجدول الدوري نفسها. لكن أغلب الناس لسه مش واخدة بالها من الحقيقة دي اللي بتتجلى قدامهم. لو العناصر الأرضية النادرة دي ما بقتش متاحة، المجتمع المعاصر هيتوقف عن العمل. خلينا نرجع بالزمن لسنة 1992. خلال جولته التفتيشية في الجنوب، دينغ شياوبينغ ألقى كلمة وقال فيها جملة واحدة محورية: في حين أن الشرق الأوسط عنده بترول، الصين عندها ميزة في المعادن الأرضية النادرة. المحللين في الغرب اعتبروها مجرد تباهي قومي، لكن بعد كده اتضح إنها خطة استراتيجية مدروسة بعناية على مدار 3 عقود. الصين ما عملتش بس استخراج للعناصر الأرضية النادرة، لا، دي حولت سلسلة التوريد كلها لأداة استراتيجية. في الوقت اللي الشركات الأمريكية كانت بتقفل منشآت المعالجة اللي بتضر البيئة عشان تتوافق مع اللوائح البيئية، الصين كانت بتبني البنية التحتية العالمية للتكرير. قدموا دعم مالي ليها وفي نفس الوقت تجاهلوا التلوث البيئي. استراتيجيتهم كانت طويلة الأمد، وبحلول سنة 2010 الصين كانت سيطرت على 70% من استخراج العناصر الأرضية النادرة في العالم. لكن الجانب المقلق بجد هو ده، إنهم مسيطرين على 90% من معالجة العناصر الأرضية النادرة. في مرحلة المعالجة دي بالذات بتكمن القوة الحقيقية. الخام غير المعالج رخيص ومتوفر بكميات كبيرة، لكن عملية التكرير، تحويل الخام ده لليثيوم بجودة البطاريات، والنيوديميوم بجودة المغناطيس، والجاليوم بجودة أشباه الموصلات، هي دي عنق الزجاجة الحاسم، والصين هي اللي ليها السيطرة المطلقة عليها. امتلاك كل رواسب الليثيوم في العالم ملوش أي لازمة لو مفيش قدرة على التكرير. البناء بيبقى مستحيل. من غير ده العربيات الكهرباء مش ممكن تتصنع، توربينات الرياح هتفضل مش ممكن إنتاجها، حتى طيارات الأف 35 المقاتلة المتطورة مش ممكن تتجمع. الصين كده عملت بوابة رسوم عالمية بتجبر كل اقتصاد متقدم إنه يدفع إتاوة. خلونا دلوقتي ننتقل لشهر ديسمبر 2023. بكين بعد كده منعت تصدير تكنولوجيا فصل المعادن النادرة. مش بس المواد الخام، لا، دي منعت الخبرة الأساسية اللي لازمة لمعالجتها. الحكومات الغربية بشكل غريب أظهرت وعي قليل جدا. بعد كده في إبريل 2025 الصين فرضت قيود تصدير صارمة على 7 عناصر معينة من المعادن النادرة كانت متجهة لأمريكا، وفي نفس الوقت فرض الترخيص على كل المستوردين الدوليين التانيين. في خلال شهر واحد بس شحنات المغناطيس العالمية نزلت بنسبة 74%. مصنعي العربيات اضطروا يوقفوا إنتاج العربيات الكهرباء. منتجي توربينات الرياح كانوا بيدوروا بيأس على أي مخزون موجود. متعهدي الدفاع واجهوا حقيقة مرة، إن أنظمة أسلحتهم الحيوية زي الصواريخ وأنظمة الرادار والطيارات المقاتلة كانت مربوطة بشكل فعال بالسيطرة الصينية. لكن الوضع اتطور لحاجة أورويلية بجد. بحلول أكتوبر 2025 الصين أصدرت الإعلان رقم 61 اللي بينص على إن أي منتج بيحتوي على 0.1% بس من المعادن النادرة صينية الأصل، أو تصنع في أي مرحلة باستخدام تكنولوجيا صينية، هيحتاج ترخيص تصدير من الحكومة الصينية. تخيلوا التداعيات: مصنع مغناطيس ياباني بيستخدم الديسبورسيوم اللي اتعالج في الصين في الأول، دلوقتي محتاج موافقة صريحة من بكين عشان يبيع المغناطيس النهائي ده لمنتج عربيات ألماني. الصين كده فرضت سيطرة قضائية خارج حدودها على سلسلة التوريد العالمية كلها. لكن التداعيات دي زادت عمقاً أكتر. أي شركة بتظهر أي ارتباط بكيان عسكري أجنبي هيترفض ترخيصها تلقائياً، وده قطع فعلياً القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية. طيارة مقاتلة واحدة من طراز F-35 على سبيل المثال
بتحتاج 418 كيلو جرام من العناصر الأرضية النادرة. غواصة من طراز فرجينيا على النقيض بتحتاج برعفالة 600 كيلو جرام. البنتاغون حاليا عنده مخزون استراتيجي يكفي 6 شهور بس. بعد الفترة دي كل الإنتاج هيتوقف. وزير الخزانة سكوت بيسانت أقر بهذه الحقيقة علانية. الصين استهدفت بفاعلية سلاسل الإمداد والأسس الصناعية للسوق الحرة العالمية. لو الصدمة دي فاجئتك ياريت تشترك في القناة. القصة أعمق بكتير من اللي بنشوفه في الأول، ونهايتها لسه ما اتكتبتش. طيب إيه الأساليب اللي استخدمتها الصين عشان تفرض سيطرتها القوية دي؟ بتتبع التدفقات المالية بنلاقي إن مبادرة الحزام والطريق الصينية من سنة 2013 وجهت 57 مليار دولار لمشاريع التعدين في كل أفريقيا وأمريكا اللاتينية. بس ده ما كانش عمل خيري، لأ، ده كان استحواذ استراتيجي على الأصول. بص على جمهورية الكونغو الديمقراطية اللي عندها 70% من احتياطيات الكوبالت في العالم كله. دلوقتي الشركات الصينية مسيطرة على تقريبا كل عمليات تعدين الكوبالت المهمة هناك. في 2016 استحواذ شركة تشاينا موليبدينوم على منجم تينكي فونغورومي ب 2.6 مليار دولار ما كانش مجرد شراء منجم، ده كان تأمين نفوذ استراتيجي. في تفصيلة مهمة هنا، 95% من القروض الصينية المدعومة من الدولة لمشاريع التعدين كانت موجهة لمشاريع الشركات الصينية ليها حصص ملكية فيها. استراتيجيتهم ما كانتش بس مجرد الحصول على الموارد المستخرجة، لأ، هم ضمنوا ملكية المصدر نفسه، من نحاس بيرو للليثيوم في زيمبابوي والنيكل في إندونيسيا. الصين احتكرت بشكل منهجي المواد الخام الأساسية للاقتصاد الحديث، مع تداعيات بشرية وبيئية أثرت بشكل غير متناسب على المجتمعات اللي عايشة جنب مواقع التعدين دي. في الكونغو الباحثين سجلوا تدمير ملايين الأشجار وتلوث مصادر المية بالكوبالت اللي تصنف كمادة مسرطنة، مرتبط بزيادة حادة في تشوهات الأجنة بين أطفال عمال المناجم. الأنظمة البيئية المائية بتنهار مع تحول المجاري المائية لسموم، ومسألة استغلال العمالة لسه موجودة. حوالي 40,000 طفل، بعضهم عمره 7 سنين بس، بيشتغلوا في مناجم الكوبالت وبياخدوا أجور أقل من $2 في اليوم. الأطفال دول بيشيلوا أحمال وزنها 110 رطل من غير أي معدات أمان، وبيستنشقوا تراب ملوث بالمعادن الثقيلة، وده بيسبب تلف رئوي لا يمكن علاجه. وزارة العمل الأمريكية كشفت عن حالات عمل قسري وعمال بيتم الاتجار بيهم من جماعات مسلحة وبياخدوا أجور أقل ب 41% من الحد الأدنى، وبتنتشر بينهم الأمراض بنسبة تتجاوز 70%. سلسلة الإمداد دي بالذات هي اللي بتدعم إنتاج عربيتك التسلا والآيفون بتاعك والتحول الأوسع للطاقة النظيفة. في قلب مثلث الليثيوم بأمريكا الجنوبية الذي يضم تشيلي والأرجنتين وبوليفيا تتكشف أزمة واضحة وخطيرة. عملية استخراج طن واحد من الليثيوم تستلزم استهلاك 2,000,000 لتر من المياه. في صحراء أتاكاما المعروفة بأنها من أكثر مناطق الكوكب جفافاً، استنزفت عمليات تعدين الليثيوم 65% من موارد المياه المحلية، ويشهد السكان الأصليون المحليون اختفاء بحيراتهم وهلاك محاصيلهم الزراعية ونفوق مواشيهم. يحدث هذا الدمار بشكل أساسي لتمكين المستهلكين الغربيين من تشغيل السيارات الكهربائية والحفاظ على تصور زائف للرعاية البيئية. العبء البيئي لهذا التحول الأخضر يقع بشكل غير متناسب على عاتق المجتمعات الأكثر فقراً في العالم، بينما تتمركز الصين استراتيجياً كوسيط يحصد الأرباح في كل مرحلة. دعونا نتأمل في الحقائق الرقمية الصارخة. تتوقع وكالة الطاقة الدولية تضاعف الطلب على المعادن الحيوية بحلول عام 2040 بافتراض استمرار مسارات السياسات الحالية. وإذا ما تجسدت سيناريوهات مناخية أكثر طموحاً، فقد يتضاعف هذا الطلب 3 مرات، وقد ترتفع متطلبات الليثيوم 4 أضعاف بحلول عام 2030. بالتزامن مع ذلك، من المتوقع أيضاً أن يرتفع الطلب على الكوبالت والنيكل والجرافيت
بشكل كبير. تتطلب السيارة الكهربائية 6 أضعاف حجم المعادن الحيوية مقارنة بسيارة تقليدية تعمل بالبنزين. وحدة بقارية واحدة بقدرة 60 كيلووات ساعة تضم 185 كيلوغراما من المعادن المختلفة، كونوا من 52 كيلو جمن من الجرافيت و30 كيلو جمن من النيكل و20 كيلو جمن من الكوبالت. من المتوقع أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية العالمية إلى 35 مليون وحدة بحلول عام 2030، وهو تصعيد كبير من 10 ملايين مسجلة في عام 2023. دعونا نتأمل في دلالات هذه الأرقام. هذا يترجم إلى مليارات الأطنان من الخام تتطلب الاستخراج والتكرير والمعالجة خلال فترة السنوات الست القادمة، بيد أن تحدياً حاسماً يبرز هنا. العقبة الرئيسية لا تكمن في مرحلة التعدين، بل في مراحل المعالجة اللاحقة. بناء منشأة لتكرير الليثيوم يتطلب استثماراً قدره 500 مليون دولار، ويستغرق عادة فترة تطوير تتراوح من 5 إلى 10 سنوات. بالنسبة لمنشآت فصل المعادن النادرة تمتد الجداول الزمنية أكثر، وتتضخم التعقيدات التشغيلية بشكل كبير. أي منشآت جديدة يتم الإعلان عنها اليوم من غير المرجح أن تحقق طاقتها التشغيلية الكاملة قبل عامي 2028-2030 على أقرب تقدير. بحلول الوقت الذي تصبح فيه البدائل الغربية جاهزة للعمل، ستكون الصين قد عززت هيمنتها على السوق بدرجة أكبر، أو أجبرت الدول الغربية على حالة من التسوية الدائمة. الفترة الحرجة اللي بتمتد من 2025 ل 2035 بتمثل قمة النفوذ الاستراتيجي للصين، ودي فرصة بتضيق بسرعة. في ضوء ده، إيه هي التحركات الاستراتيجية اللي بتنفذها الدول الغربية؟ الولايات المتحدة تبنت بشكل قاطع إطار سياسة صناعية شاملة. في عهد إدارة ترامب تم استثمار مبلغ ضخم بيوصل لمليار دولار كحصص ملكية في شركات التعدين، وده بيعني ملكية مباشرة مش مجرد قروض. شركة MB Materials حصلت على تخصيص بقيمة 400 مليون دولار. شركة فولكن إليمنتس اتمنحت تمويل بقيمة 670 مليون دولار. شركة ليثيوم أمريكاز نجحت في تحويل قرض بقيمة 2.2 مليار دولار لملكية حكومية مباشرة، وده غير هيكلها المالي. مناورة مالية استراتيجية زي دي ملهاش سابقة تاريخية. الحكومة الأمريكية كده بقت مالك مباشر لحصص في المكونات الأساسية للجدول الدوري. في نفس الوقت أوروبا أقرت قانون المواد الخام الحيوية، ودي مبادرة تشريعية هدفها تقليل الاعتماد الزائد على أي دولة لوحدها للموارد الأساسية، بهدد الوصول ل 65% بحلول 2030. القارة بتدعم بنشاط مشاريع التعدين في جرينلاند والسويد وفنلندا. استراتيجيتهم بتشمل ترويج قوي لمبادرات إعادة التدوير واستبدال المواد وتطوير تركيبات كيميائية جديدة. لكن الواقع المرير بيفرض إن حتى مع أقصى الجهود المنسقة، القدرة البديلة المطلوبة للمعالجة مش هتوصل لحجم تشغيلي كبير قبل الفترة من 2028 ل 2032. الوصول للقدرة التشغيلية الكاملة متوقع أنه يحصل بين 2035 و 2040. قيود الصين على التصدير مطبقة بالفعل وبقوة، وده بيخلق عدم توافق زمني حرج مع الجداول الزمنية المتوقعة، في حين إن إعادة التدوير بتقدم حل جذاب على المدى الطويل. لكن التأخير التشغيلي الطبيعي بتاعها اللي بيوصل ل10-15 سنة بيخليها ما تقدرش تلبي الاحتياجات الفورية، لأنك ما تقدرش تسترجع مواد من منتجات مش موجودة. وبالتالي بحلول سنة 2030 مساهمة جهود إعادة التدوير هتفضل لا تذكر. استبدال المواد بالرغم من أنه واعد نظرياً بيتطلب دورة طويلة تمتد لسنين عشان يتطور بشكل كامل ويتجرب بدقة وبعدين يتطبق صناعياً على نطاق واسع. في حين أن تقنيات البطاريات الخالية من الكوبالت بتظهر، لكن جاهزيتها الحالية للتطبيق الشامل لسه محدودة. وعلاوة على كده، بالنسبة للمواتير عالية الأداء اللي بتحتاج مغناطيسات أرضية نادرة، مفيش بديل عملي حقيقي موجود حالياً. الحقيقة اللي محدش يقدر ينكرها إن كل حل تكنولوجي مرتبط بالوقت بطبيعته، والوقت بالذات هو المورد الحرج اللي بتفتقده الاقتصادات الغربية حالياً. دعونا نوسع آفاق رؤيتنا.
هل تستطيع الدول الغربية حقا التخلص من هذا الاعتماد؟ الحقيقة المرة هي على الأرجح ليس بشكل كامل. ميزة الصين راسخة ومتجذرة، فحتى مع أقصى استثمار غربي سيبقى فصل العناصر الأرضية النادرة الثقيلة تحت الهيمنة الصينية حتى عام 2035 على الأقل. المعرفة التقنية المتخصصة التي يصفها خبراء الصناعة بالفن الأسود لا يمكن فك شفرتها أو هندستها العكسية في فترة وجيزة. قيود الصين دقيقة ومحكمة، يمكنها استهداف مواد معينة ومنتجات محددة ودول بعينها، مما يزيد من نفوذها إلى أقصى حد مع تقليل أي ضرر ذاتي. علاوة على ذلك، استراتيجية الصين متطورة وذكية. إنهم لا يستخدمون حظرا تجاريا فجا، إنهم يزرعون حالة من عدم اليقين، يوافقون على بعض التراخيص بينما يرفضون أخرى، ويقدمون هدنات مؤقتة قبل إعادة التصعيد. هذه الاستراتيجية تبقي الشركات الغربية معتمدة، حيث أن بناء بدائل لا يكون منطقيا إلا إذا كان هناك يقين مطلق بأن الإمدادات الصينية ستتوقف. من خلال الحفاظ على الإمدادات بنسبة 70 إلى 80% من الطلب، تضمن الصين أن الحلول البديلة تظل غير مجدية اقتصاديا. هذا يجسد فن إدارة الدولة الاقتصادي في أبهى صوره، مع كون النتيجة الأكثر ترجيحا هي تسوية مداره. سيطور الغرب بعض القدرات البديلة، ربما بتأمين 30 إلى 50% من احتياجاته من خارج الصين. سيكون هذا كافيا لتقليل نقاط الضعف، لكنه غير كاف لتحقيق الاستقلال الكامل. ما تبقى ينطوي على تبعية متفاوض عليها، تتطلب مقايضات ونقل تكنولوجيا وتنازلات جيوسياسية. التحول إلى الطاقة المتجددة الذي كان يهدف إلى تحرير الغرب من نفط الشرق الأوسط قد خلق بدلا من ذلك اعتمادا على دولة واحدة ذات سيطرة أكثر تركيزا مما امتلكته أوبك على الإطلاق. إذن هذا هو وضعنا الراهن. أمضت الصين 3 عقود في ترسيخ هيمنة لا مثيل لها على المواد الأساسية للحياة الحديثة. لقد أنجزوا ذلك بينما كان الغرب منشغلا بأمور أخرى. لقد فعلوا ذلك بوضوح لا يرحم، وعن طريق تحميل التكاليف البيئية والبشرية على المجتمعات الأكثر فقرا في العالم. والآن هم يمارسون تلك القوة. الحرب الخفية لا تقترب، بل بدأت بالفعل، وهذا الصراع لا يخاض بالصواريخ. الصراع ده بيتجلى في المشهد المعقد لسلاسل الإمداد وقدرات التصنيع والموافقات الترخيصية، اللي غالبا بتكون مرهقة. الدول الغربية عندها إطار زمني ضيق، يمكن عقد من الزمان بس، عشان تقدر تعمل بدائل عملية، ومع ذلك حتى أكبر المجهودات مش هتقضي على الاعتماد ده، هي بس هتقلل من نطاقه. السؤال الجوهري مش إذا كانت الغرب هينتصر في الصراع ده، لكن إذا كان هيقدر يصمد من غير ما يتخلى عن سيادته الاقتصادية. والوقت بيخلص بسرعة. لو تابعت النقاش ده لحد آخره، ياريت تسيب تعليق. إيه اللي بيثير قلق أعمق؟ هيمنة الصين الساحقة على العناصر الأرضية النادرة، ولا الكارثة البيئية اللي بيقوم عليها التحكم ده؟ وعشان تحليلات أعمق وأكتر عن الصراعات الخفية اللي بتعيد تشكيل الديناميكيات العالمية، ما تنساش تشترك. المنصة دي مخصصة لكشف الحقائق اللي وسائل الإعلام التقليدية غالبا بتختار تتجاهلها. مستني نقاشنا الجاي.